السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمضان كريم عليكم يا حبايب قلبي، يا رب يعود علينا الايام وعليكم وعلى المسلمين جميعا باليمن والخير والبركات يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى يا حبايبي يوم من ايام رمضان كده. بدأت الصبح كده، اول حاجة بعملها بجيب البلح واكسره زي ما انتم شايفين. طبعا اللي عنده شاكوش بيكسر بيه كده. احنا بقى ما بنستناش بشاكوش ولا غيره. بنقشر كده يا حبايب قلبي ونقطعه كده ونبله في ميه يا اما في حليب يا حبايبي، علشان خاطر ايه؟ اخر النهار على الفطار يكون جاهز تمام. سمينا الله كده يا حبايب قلب بقى. وجبت ايه؟ مكرونه. هنعمل النهارده اكل ايه؟ عادي خالص من البيت تمام. جبت هنعمل مكرونه يا حبايبي متشربه، وهنعمل جنبها بطاطس وبيض. وكان الله بالسر عليم، والحمد لله والشكر لله ان في خير في بيتنا. الحمد لله والشكر ليك يا رب، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين، اللهم امين يا حبايبي. فطبعا ايه هنعمل ايه؟ انا طبعا ما بعلمش حد، انا بشارككم معايا بس يا حبايب قلبي. كلنا ستات شاطره وبنطبخ وعارفين كل حاجه. انا بس ايه المبتدئين الصغيرين، اخواتي وحبايبي وولادي اللي هم لسه ايه مبتدئين كده يتعلموا معايا. انا دي مكرونه متشربه، بحمرها نص تحميره كده يا حبايب قلبي، وانزل عليها بالطماطم، افرم الطماطم وانزل عليها بالطماطم وايه وتاخد غلوتين، وبعد كده انزل اهدي عليها النار تستوي تبقى زي الفل احسن من المسلوق. وجهزت طبق السلطه بتاعنا يا حبايب قلبي، خيار وجرجير وفلفل وجزر وطماطم. لازم يكون كده ايه كل المكونات بتاعته جميله كده يا حبايبي. ده البلح بتاعنا اهو. فصصناه وحطيناه في جنب كده. وده المخلل بتاعنا جنبنا هو. تمام، جهزنا كده حاجتنا. وكمان سلقت البيض يا حبايبي وبدات ايه اقشر فيه. كل ده قبل الفطار بنص ساعه، ما خدش معايا وقت يا حبايب قلبي. تمام اهو شايفين المكرونه حمرناها كده نص تحمير، وبعد كده نزلت عليها بالطماطم زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي اهو. طريقه سهله وبسيطه وسريعه، اسرع اكل ممكن تعمليه. ونحط بقى ايه التوابل بتاعتنا برضو، فلفل اسمر وكمون وشطه زي ما انت حسب الرغبه، زي ما انت حابه تحطي في البهارات حطي. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ حطوا لايك يا حبايب قلبي، واشتركوا في القناه اللي ما اشتركش، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. ونحط الملح بتاعنا ونظبط كده الايه القعد كده، ونغطي عليها تغلي غلوتين، وبعد كده ايه نهدي النار تستوي براحتها خالص. تمام، هننقلها على العين التانية كده عشان ما تتحرقش مننا. ونيجي بقى نحط ايه، نعمل السيرب بتاع الكنافه يا حبيب قلبي. هنعمل النهارده كنافه بطريقه جميله خالص. هنعمل السيرب بتاعها او الشربات بتاعها زي ما احنا بنقول. هنحط كوبايتين سكر كده، وعليهم كمان 3 كوبايات ميه. انا عايزاه متوسط كده، مش عايزاه تقيل ولا خفيف. تمام يا حبايبي، هنولع كده البوتاجاز ونسيبها ايه السكر كده مع نفسه، مش تقلبي عشان ايه الميه السكر ما يجيش على حراف الحله يقوم يسكر معاكي. تمام، حطينا كوبايتين سكر هرميين وعليهم 3 كوبايات ميه. هنا بقى ايه جبت البطاطس وقعدت اقشر فيها كده، سلقناها وقشرناها هون. هنحمرها كده بقى في الزيت يا حبايب قلبي، بتبقى طعمها تحفه، من بره مقرمشه وطريه من جوه، بتبقى جميل. تمام، جبت بقى الكنافه بتاعتي حبايب قلبي كده، حطيتها على الصينيه وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. جبت غطا ازازه، وبعد كده بقى قعدت الف عليه كده اهو. شايفين الطريقه؟ وتشيل الغطا وهتبقى مفتوحه من النص كده، عامله زي شكل العش كده بتاع البلبل اهو، ولا عش العصفور اهو يا حبايب قلبي، زي ما تسموها سموه. طريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم. ليه؟ انتوا عارفين طبعا ان الكنافة فيها لها طرق كتير. هنعمل ان شاء الله على قد ما نقدر ان شاء الله في الشهر الكريم مع بعض كده الطرق بتاعتها، مرة بالمانجا، مرة بالقشطة، مرة بالكريمة، مرة بالمكسرات، بكذا طريقة يا حبايب قلبي. تمام، احنا النهاردة اول مرة بقى نعملها اهو مع بعض. هنعملها بايه؟ اسمها عش البلبل كده، الناس بتسميها عش البلبل. تمام يا حبايبي
اهو طريقة سهلة وبسيطة خالص. شوية وهزهق من الغطا دون وهلفها على صباعي كده. طريقة تانية سهلة برضو نفس، المهم ان انا تدي معايا نفس الشكل. تمام. بنتي هنا كانت جابت لي كيلو، عملت بقى نصه والنص التاني عينته في الفريزر، علشان خاطر يا حبايبي ما هلكش معايا ولا هدر معايا. هيسيبوه طبعا، انتوا عارفين في الصيام مفيش اكل كتير وكده، كل حاجة لو عملتيها هتبوظ، لكن احنا هنعمل على قدنا صابح بصابح كده. تمام. اهو شايفين الطريقة، حطيت صباعي كده في النص وبدأت الف رول اهو. النتيجة واحدة، بالغطا بصباعك بأي حاجة اهو. شايفين اهو طريقة سهلة وبسيطة خالص. وبعد كده تنزلي بالقاعدة بتاعتها كده وتحطيها في الصينية. طبعا عندنا الصينية دهنينها سمنة، ورصينا بقى في كل واحدة كده زبيبية، زبيب كده من وسوداني اهو، كأنها العش بيبقى فيه البيض بتاع العصفور اهو. احنا حطينا بقى زبيب. شايفين؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله، تحفة فنية اهو. يلا اخواتي وحبايبي وولادي المبتدئين اتعلموا معانا بقى الحاجات الجميلة دي. كلنا بنتعلم من بعضنا ونشجع بعضنا، احنا بنشجع بعض بس يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ونسيح بقى سمنه كده يا حبايب قلبي، وننزل بقى على على الكنافه بتاعتنا، نشربها السمنه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، علشان بقى تحمر من فوق وتحت وكده وتزغرط في الفرن، تبقى لونها ذهبي وجميل يا حبايبي. تمام. ما تحطيش زيت على الكنافه ما بتحبش الزيت يا حبايب قلبي. تمام. ايه رايكم بقى؟ عشان ما تنشفش منك. حط كده على كل اللي مش يجي عليهم سمنه كده بالشكل دون اهو. ايوه كده. حط لايك بقى يا اللي ما حطيتش لايك. بعد كده بقى عصرنا ليمونه على الميه بتاعتنا بالسكر اهو. خلصت كده عندنا بقى. نزلنا وهي سخنه كده يا حبايبي قطعه زبده، بتدي نفس بقى وريحه جميله ما شاء الله للحاجه يا حبايب قلبي، للكنافه. وكمان ظرف فانيليا كده يا حبايبي اهو. هو ده القوام اللي انا عايزاه في الكنافه، في السيرب بتاع الكنافه يا حبايبي، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا بقى كنت بحمر البيض، حطيت حته زبده برضو في الطبق، وحطيت ملح وفلفل اسمر وكمون، وحطيت البيض اشوحه كده في الزبده يا حبايبي. تمام. وحطيت طاسه وفيها زيت واحمر البطاطس، وفي نفس الوقت شغاله برضو بعمل السلطه على جنب كده يا حبايبي اهو. كل ده بسم الله ما شاء الله ما خدش مني وقت قبل الفطار بتقريبا نص ساعه اهو. بعد كده بقى كنت طبعا ده التفريزات بقى وجمالها بقى. شوفوا بقى كل حاجه جاهزه ازاي. عملنا بقى، طلعت كيس بقى من العصير البرتقال على الجزر اللي احنا كنا عاملينه يا حبايب قلبي. شايفين لونه وقوامه ما شاء الله تحفه. وده البلح بتاعنا حطيناه في الطبق كده، غرفناه في الطبق كده بالشكل ده يا حبايبي. شايفين الجمال ما شاء الله. ولا المانجا احلى من المانجا كمان، تحفه. ودي بقى الكنافه بتاعتنا طلعت من الفرن يا حبايب قلبي. شايفين الروعه، شايفين اللون ما شاء الله، اللهم بارك، تحفة. هتخليكي تقومي تعملي كنافة دلوقتي اهو. يلا اتفضلوا يا حبايب قلبي بألف هنا وشفا. شايفين الجمال؟ تشرب بقى السيرب بتاعها بقى يا حبايب قلبي كده اهو. انا بقى زي ما قلت لكم ما رضيتش اكتر الكميه، انت وراحتك زي ما انت عايزه تملي الصينيه براحتك اهو. شايفين الجمال؟ حطوا لايك بقى. العين بتاكل يا حبايبي قبل البق ما شاء الله، تحفه. خلصنا كده بقى يا حبايب قلبي، وبدأنا نقدم بقى الفطار بتاعنا. وده كان فطارنا يا حبايبي، سهل وبسيط وسريع وعجبنا الحمد لله، وراضيين وحامدين وشاكرين ربنا الحمد لله. لو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة
وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو استفدت ولو معلومة بسيطة من الفيديو بتاعي، ما تنسيش يا حبايب قلبي دعوة حلوة لاختك وكومنت حلو يحفزني ويشجعني. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. جبنا بقى شوية كمان جوز الهند كده، حطيناهم بقى على ايه، على الكنافة بتاعتنا كمان اهو. انت بقى ومقدرتك اللي عايزة تحطي مكسرات بقى ايه، لوز وما عارفش ايه، حطي براحتك اللي انت عايزاه تحطيه، كل واحد ومقدرته. انا فرحت ولادي بحاجات بسيطة وسهلة وسريعة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.